ستيف ويتكوف المبعوث ستيف ويتكوف فاجأ الكثيرين بالحديث عن اتفاق سلام بين المغرب والجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. إذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا مستشار ترامب في إفريقيا، اللي دار واحد اللقاء مع قناة الإماراتية سكاي نيوز، يتحدث فيه على العلاقات المغربية الجزائرية والصلح اللي غادي يكون من بعد إن شاء الله من هنا لواحد شهرين. خليكم مع هذا الفيديو باش تكتشفوا كل شيء، باش إن شاء الله يعني غتوضح لكم الصورة، ونتلاقوا من بعد الفيديو إن شاء الله. خلال شهرين. هذا الاتفاق يقتصر فقط على العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر أم يشمل أيضا قضية الصحراء؟ طبعا هو عم يحكي من الزاوية اللي بتتعلق بالصحراء، يلي هي موضوع مهم جدا. ونحن بنعرف انه عندما يكون هناك حل دائم ونهائي لهذا الموضوع لهذا الصراع، حكما بصير اسهل بكتير حل النزاع بين البلدين، يعني بين الجزائر والمغرب. فطبعا الاخ والزميل ستيف ويتكوف عم يتكلم من هذا الشيء. طبعا نحن بنعرف انه هذا الاسبوع يعني نهار الخميس هناك استحقاق بمجلس الامن بيتعلق بالصحراء، وهذا استحقاق مهم جدا، لانه هذه السنه هي سنه ال50 على هذا الصراع. فعم نشتغل طبعا مع جميع الشركاء ومع جميع الحلفاء، ولا سيما الحلفاء المغربيين والجزائريين. نحن عم نشتغل بشكل يعني يومي حتى مع الجزائريين يعني للسعي للوصول أو التوصل إلى قرار بمجلس الأمن يرضي الجميع قدر الممكن. من الصعب أن ترضي الجميع، وهذه بنعرف أنه هذه أمور حساسة جدا وصعبة جدا، وليس من السهل إرضاء الجميع. ولكن نحن عم نشتغل مع جميع الأطراف وطبعا أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى لغة قدر الإمكان تقرب وجهات النظر، وصولا إن شاء الله إلى المرحلة الثانية اللي تكلم عنها الزميل ستيف ويتكوف، يلي هي بتتعلق بالحل الشامل يعني بالمنطقة وبين البلدين. حول هذه النقطة والتصويت في مجلس الأمن الدولي، هناك مسودة مشروع قرار أمريكي ما رشح عنها أنها تتحدث عن أن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو مقترح واقعي موثوق وجاد لحل الصراع. وأيضا هذا المقترح يتحدث عن تمديد لمهمة البنورسو ل3 أشهر فقط. لماذا هذه المدة القصيرة هذه المرة 3 أشهر؟ وما هو مستقبل هذه البعثة الآن في ظل الموقف الأمريكي من المقترح المغربي؟ شكرا على سؤال حضرتك. هلا بالنسبة للتسريبات، يعني خلينا ما ندخل بالأمور اللي تسربت، ولكن أنا بقدر أقول لك هيدي الأمور كلها قابلة للبحث، خاصة بما يتعلق بموضوع 3 أشهر أو 6 أشهر أو غيره، يعني مهل التمديد. هيدي موضوع قابل للنقاش بين أعضاء مجلس الأمن، وهو كيد النقاش. ولا شك أنه بالنهاية رح تكون نتيجة مرضية للجميع. هلا دائما بالتفاوض من الممكن أوقات في البداية يكون موقف معين، ولكن مع التفاوض ممكن أنه هذا الموقف يعني يتطور إلى مهل مثلا مرضي للجميع. هذا بما يتعلق بالمهل. أما بما يتعلق بالشق الآخر، مثل ما بتعرف حضرتك موقف الولايات المتحدة وموقف الرئيس ترامب يعني واضح جدا بموضوع الصحراء. الرئيس ترامب أعلن يعني واعترف بسيادة المغرب على هذه الصحراء ضمن طبعا الطرح المغربي للحكم الذاتي، يعني طرح عام 2007
ولكن أيضا بنفس الوقت تكلم الرئيس ترامب وحث الفريقين على المباشرة بالتفاوض فورا والوصول إلى حل مقبول من قبل الطرفين وبأسرع وقت ممكن. فطبعا موضوع سيادة المغرب بالنسبة للولايات المتحدة ولا للرئيس ترامب لا رجوع عنه، يعني هذا واضح، ولكن هي التفاصيل يلي لازم يتفق عليها طبعا ضمن الطرح المغربي. هلا بموضوع قرار مجلس الأمن، حتى اللغة يلي حضرتك تكلمت عنها هي لغة يعني ليست جامدة بشكل كامل، يعني تفتح المجال لاقتراحات أو أفكار، ترحب بأفكار يعني ممكن أنه الأفريقاء يقدموها ضمن إطار يعني الطرح المغربي بشكل عام كأفضل إطار نحن بنعتبره. يعني هذا الموضوع يعني يفتح المجال للتفاوض من موضوع الحكم الذاتي يلي حتى الإخوة المغربيين تكلموا عنه، وجلالة الملك تكلم عن هذا الموضوع بشكل متقدم جدا يعني من حوالي 3 أشهر، ونحن رح ننتظر طبعا كلمته خلال أيام يعني عند موعد 50 سنة لهذا الصراع. فنحن متفائلين للحقيقة بهذا الموضوع. لا يمكن أن ترضي جميع الأفريقيا من أول طرح أو من ثاني طرح، هذه أمور قابلة للنقاش. طبعا هناك استحقاق يبقى له يومين أو 3 فقط، ولكن هي إن شاء الله هذه بداية، هي نقطة انطلاق للمسار يلي بنتأمل. طبعا الزميل ستيف ويتكوف متفائل ونحن كلنا متفائلين جدا. صحيح. نحن متفائلين لأنه بنعرف أنه جلالة الملك يعني قرر أنه نقدر نتوصل لحل نهائي وسريع، ونحن بنعرف أنه الأصدقاء الجزائريين أيضا منفتحين لهذا النقاش البناء. فمن هون بيجي التفاؤل.